أجريت إحصاءات تقول أن عقل الإنسان يستقبل 60,000 فكرة في اليوم. 80% من هذه الأفكار أفكار سلبية. بالتأكيد أنك تتساءل ما أثر تلك الأفكار علينا. أجريت دراسة ضخمة حول تأثير التفكير الإيجابي على الصحة. تم متابعة 97,000 امرأة على مدى 8 أعوام بعد تحديد المتفائلة والمتشائمة منهن. تبين أن احتمالية إصابة المتفائلين بأمراض القلب أقل ب9%، واحتمالية وفاتهم أقل ب14%، وأنهم أقل عرضة للاكتئاب والتدخين. لو خيرت بين الأكل من القمامة وبين الأكل من مطعم فاخر، ما الذي ستختار؟ بالتأكيد لن تختار القمامة، لأنك لن تقبل إدخال الأوساخ إلى معدتك. وكذا لو خيرتك بين التفكير بإيجابية أو بسلبية، فمن المفترض ألا تقبل إدخال الأفكار السلبية القاتلة إلى عقلك. يقول الفيلسوف الصيني لاو تسو: راقب أفكارك لأنها ستصبح كلمات، وراقب كلماتك لأنها ستصبح أفعال، وراقب أفعالك لأنها ستتحول إلى عادات، وراقب عاداتك لأنها تكون شخصيتك، وراقب شخصيتك لأنها ستحدد مصيرك. فاحرص على ألا تحدث نفسك إلا بتفاؤل، ويكفيك ضمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لك بتحقيق تفاؤلك. وتذكر ما ورد في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن خيرا فله، وإن ظن شرا فله.